هو كده بيسجل زي الفل. ازيك يا محمود؟ ازيك يا حافظ؟ ازيك يا حميد؟ إيه اخبارك ايه؟ الاخبار؟ كله حلو. المره التانيه معانا باشمهندس محمود حافظ. ودي حاجه ما بتتكررش كتير تاني. دي حاجه اصعب من الاولانيه. والمره دي هنتكلم عن موضوع تكمله على الفيديو اللي فات. هحط اللينك بتاعه هنا او هنا في حته ما. والفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن ازاي تكبر في كاريرك من اول تجهيز المتطلبات لحد ما تاخد الخطوه الجايه في الكارير بتاعك. المرة دي بقى هنتكلم عن ازاي تخش سوق العمل اصلا، وسوق بالهمزة مش بالقاف. يعني تجهز ازاي لسوق العمل من اول وانت اخر سنة في الجامعة، بتبدأ تجهز ازاي تخش تجهز لسوق العمل، وتجهز لمتطلبات اول شغلانة ليك، من اول تحضير للسي في وتحضير الانترفيوز لاخلاقيات المهنة في الاول حتى. والموضوع ده كان طلب كذا مرة سواء مني او سواء من باشمهندس محمود، وكنا قررنا ان احنا هنعمل فيديو نتكلم فيه. فاللي ما عرفنيش انا احمد الطويل. انا مهندس برمجيات، ومعانا باشمهندس محمود حافظ. باشمهندس محمود حافظ هو مصمم نظم سوليوشنز اركتكت. وهنتكلم النهارده عن الموضوع ده. ازيك يا حافظ؟ انا ايه؟ على مصمم انظمه دي. مصمم انظمه. ماشي. ايوه، حلو حلو مصمم. آه آه يعني بشوف الشغلانه بتاعتنا مش مصممين على قد ما هم، يعني صنايعيه اكتر، بس ما علينا، دي هي قصه كلها تانية في بترقص يوم السرعه تاني. على البارد يعني في الاخر. بنا يعني. طيب بص، انا دايما بيجي لي السؤال اللي هو نبتدي منين ونبتدي من امتى. ودايما السؤال بيبقى مصحوب: ايه هو الليرنينج باث اللي انا المفروض اقعد اذاكره خلاص عشان خاطر في اخر الباص الاقي واحد واقف مستنيني بيقول لي تعالى بقى اشغلك. اوكي. آه وده ليه؟ ده جاي عشان احنا طول سنين التعليم بتاعتنا ماشيه كده. انت بتذاكر، بتجيب مجموع، بتخش الجامعه، بتلاقي حد مستنيك يقول لك ذاكر ايه وما تذاكرش ايه. والشابتر ده ملغي، والشابتر ده مش عارف ايه، والكلام ده كله. تمام. طيب، نقطة البداية ازاي ادخل بقى سوق العمل؟ يعني انا دلوقتي واحد طالب وعايز ادخل سوق العمل. اسهل اجابة للسؤال ده او اسهل حل يعني ان انا ما اضطرش ادور. اوكي. بمعنى ايه؟ لو انا في الجامعة وفي سنة تانية او في سنة تالتة وعندي اجازة صيف، ابتدي اروح اشوف شغلانة. تمام. لو انا اشتغلت في مكان ما كانترن حتى من غير فلوس، بس خدت خبرة، عملت شوية علاقات، اتكلمت مع ناس، عرفت شوية حاجات أساسيات اللي احنا بنقول عليها أساسيات يعني. فوانس إن أنت اتخرجت، مش محتاج تنزل سوق العمل، أنت أوريدي فيه. اوكي. فساعتها هتبقى أول شغلانة اللي هي دايما أصعب شغلانة موجودة. طب تمام. انا ممكن اوقفك هنا واقول لك حاجه؟ معلش انا اسف، مم. بس هو فكره. مم. انا شخصيا يعني ضد ان حد يشتغل من غير فلوس، حتى لو باجر ما رمزي. أنا ما أنا جاي لك، يشتغل هنيجي للموضوع بتاع الفلوس دي نقطة مهمة جدا، لأن في شركات بتأبيوز كل الموضوع ده، بتجيبوا شوية ما انا انترنز ما انا فاهم، ويسحبوهم انا ما شغل. بقولش لحد، بص انا ما بقولش لحد يشتغل من غير فلوس، انا ما بقولش كده خالص. مش ده معنى كلامي يعني. مهم. انا اللي بقوله انه انت عندك استعداد تدفع فلوس عشان تاخد كورس، صح؟ عندك اه. استعداد تدفع فلوس عشان تاخد تريننج، صح؟ صح. طيب، انا بقول لك تعالى اشتغل معايا، مش هدفعك فلوس بس مش هديك فلوس، فالفلوس اللي انت هتدفعها خدها. فاهم قصدي؟ اوكي. بس مش ده دايما الاوبتيمم سيناريو. يعني هو الاحسن انك تاخد paid internship، يعني تروح تشتغل في شركه internship ويدوك حتى فلوس بسيطه اللي هي مواصلاتك. بتكفل يعني تاخد المواصلات مصاريف حرفيا. مواصلاتك، ده الاوبتيمم سيناريو. يعني لو ده موجود ممتاز، بس انا بتكلم لو مش موجود هنعمل ايه. اوكي. فاهم؟ فطريقه التفكير المفروض تكون ماشيه ازاي؟ انا عندي اولويات: اتعلم، اخد فلوس، الكارير بتاعي يبقى فيه بروجريشن. خلاص. طيب، اتعلم، اخد فلوس، كارير، بروجريشن. هل التلاتة بنفس الوزن في الاول؟ لا. لا. لان اهم حاجه في الاول ان اتعلم. خلاص. مم. فلوس مهمه لو اي حاجه بس تسند الدنيا. خلاص. كارير بروجريشن هيجي بعدين. بس دول مش يعني التلاتة فاريبلز دول مش بنفس الوزن في الاول. فانا محتاج اتعلم الاول. خلاص. عشان حتى اعرف يعني انا همشي في انهي كارير بروجريشن، يعني الكارير بروجريشن بتاعي هيمشي في انهي اتجاه اصلا. فانا محتاج اتعلم. بس فهو ده التارجت. ففي ناس بتتعلم
خلال تريننجز، في ناس بتتعلم من انترنشيب، في ناس بتتعلم من كورسات اونلاين وبتاع ومش عارف ايه. بس احسن وسيله تعليم في رايي انك انت تنزل تروح تشتغل في مكان ما. مهم. ليه؟ لانك جنب ان انت هتتعلم شويه تكنيكال سكيلز، يعني هتبتدي تتعلم يعني ايه بيزنس، ويعني ايه بتكلم مع ناس، بتكلم معاهم ازاي، هم بيوجهوني، طب بيوجهوني ازاي، طب انا بسمع التوجيه ده وباخد عليه تصرف ولا بتنشن واترعش و... واتعصب واسيبهم وامشي. آم، ف... ففي حاجات، في حاجات يدفع فيها فلوس، تستاهل أيوة. يدفع فيها فلوس. فاهم قصدي؟ بس انا ما بقولش لحد ما يشتغلش بلاش، اشتغل بفلوس. انا اصلا واحد انا بشتغل عشان فلوس، ما بشتغلش عشان لا الكارير ولا الباشن ولا ولا اي حاجه من الكلام الفارغ ده. انا بشتغل عشان اخد فلوس، اديني اثبات فلوس عشان تلاقيني. اثبات الذات ده احنا دفناه من زمان. اثبات الذات ده مش عايزه. اثبات الذات ده يجي بعدين، يعني لو اثبات الذات ده هيجي على حساب ان انا يقولوا لي هو دي بس القيمه ومرتبك هيفضل زي ما هو، هقول لهم خدوا يعني نفسكم اطلعوا بره. ماشي. خلينا في الفيرجن المؤدبه عشان في اطفاليات وبتاع. ما بالظبط. الشاهد في الموضوع انك شغال عشان الفلوس. طيب، عشان اديك فلوس لازم تكون بتعرف تعمل حاجه، لازم تكون شاطر في حاجه عشان انا ارضى اعينك بفلوس. حلو. فبما انك خارج من الجامعه في زيك كتير، فانت ما عندكش ميزه تميزك القطيع. هنا مش كلمه غلط، هي قطيع يعني مجموعه من من الناس البشر. او مم. من البشر يعني. فلازم حاجه تميزك عن القطيع، انا مش قصدي بيها كلمه وحشه يعني. آم، فانت عشان تتميز لازم تكون شاطر في شويه حاجات. ماشي. طيب، عشان تكون شاطر في شويه حاجات محتاج تسبق زمايلك. فهتسبق زمايلك ايه؟ هو معظم الناس بتفكر ان انا هبتدي الكارير بتاعي بعد ما اخلص جامعه. انا بقول لا، حاول تاخد الخطوه دي بدري شويه على قد ما تقدر. تمام. بالذات في اخر سنتين في الجامعه انت عندك شويه معلومات وشويه مهارات بسيطه قوي. لو بدات تثقلها وبدات ان انت تشتغل مع ناس يعلموك، تمام، البروجريشن بتاعك هيبقى بيكون اسرع. يعني حتى وانت في الجامعه هتبقى بتشتغل اسرع من اللي حواليك. انا شخصيا عملت كده واعرف ناس كتير عملوا كده. انا عملت كده برضه. وده اداني هيد ستارت عن مم. زمايلي في الجامعه. يعني الناس زمايلي في دفعتي انا خدت هيد ستارت عليهم لان انا كنت شغال وقت ما انا كنت في الجامعه. فدي تجربتي الشخصيه. هل هي تنفع مع كل الناس؟ لا، بس انا بقول ان دي هتديك زقه قدام محتاجها. هو انا فدي انا الفكره. باكد على كلامك. يعني انا يعني اغلب الناس اللي اعرفهم وعددهم مش قليل. يعني الناس اللي اعرفها في المجال مش قليل، مش عددهم مش قليل خالص. اغلب الناس اللي كانت عندها بريك ثروز بدري قوي كانوا بيشتغلوا هم في الجامعه. كله بدأ سنه مم. ثالثه سنه رابعه، بحيث ان هو اتخرج فهو كاسر حاجز، كاسر شوكه السوق. زي ما بنقول بنسميها كده، هو الشوكه دي هو اتكسرت. هو خلاص جوه في وفاهم شويه حاجات، عنده شويه في علاقات، عنده شويه مهارات، فالدنيا بتتزق واحده واحده. بص، هي ابسط حاجه انك بتكون اتعودت على يعني ايه اروح الشغل الصبح. يعني بصحى اه. الصبح بروح الشغل، بخلص الساعه 5 6 بروح. م. الفكره دي نفسها تكون عقلك اتعود عليها. تمام. اوكي. انك بتكون بتشتغل مع ناس، ما بتشتغلش لوحدك. انت في مهم. الجامعه بتقعد تذاكر لوحدك في البيت يعني. فاهم قصدي؟ انت دايما ملك وقتك، مالك قراراتك. لا، دلوقتي انت في قرارات لازم تاخدها بشكل جماعي، في حاجات انت اصلا مش هتاخد فيها قرار، بس يعني لازم تبقى فاهم مين صاحب القرار فيها. فاهم قصدي؟ لازم تحترم الاقدميات. يعني مثلا حد اقدم منك ويعرف اكتر منك، فتسمع هو بيقول ايه. يعني الاراء هنا مش متساويه. عشان مهم. برضه في ناس بتقول لك لا اصل انا عندي راي في الموضوع. ماشي حبيبي، يعني برضه الناس اللي جم من شويه وبتوع تحقيق الذات تاخد رايك تروح تقف معاهم. آم، ف عندك رأي ده بقى يجي بعدين يا حبيبي لما تكون يعني اتودكت شوية. تمام. مهم. بس ما ينفعش مثلا حد يبقى عنده 7 8 سنين خبرة في حاجة، وشغال في الشركة دي بقى له سنتين ثلاثة، خلاص، وانت لسه جاي من بره، خلاص، متعلم يا دوب هاو تو رايت هالو وورلد ان بايثون، وتقول له اصل لا دي ما بتتعملش كده. مهم. فاهم؟ فساعتها هيسمعك كلام مش هتحب تسمعه. فدي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تتعلمها. تتعلم تسمع، تتعلم امتى تقول رأيك، تتعلم امتى تقول افكارك. ما بقولش ان انت ما تقولش، لا تقول، بس في انهي سياق وامتى.
تتعلم انك تسمع الاول قبل ما تتكلم. دي هو ميزه، حتى مهاره تتعلم ازاي مطلوبه. تجمع معلومات، انك انت بتجمع الانفورميشن من الناس اللي حواليك، دي انت اصلا محتاج مهاره تكون في حد ذاتها. سفنجه، يعني اه انت سفنجه محتاج تكون بالظبط. سفنجه في الاول. بالظبط. انت محتاج تكون سفنجه، بتمتص بس، وما يخرجش منك اي حاجه غير لما تتعصر. فان اعصرك، اما اسالك ازنقك في الحيطه واقول لك نزل معلومات تنزل. اوكي. خلاص. فالحاجات دي مهمه ليه؟ لانك هتبقى سهل في التعامل، يعني هتبقى سهل في التعامل مع الناس اللي حواليك. فلو انت جاي تشتغل معايا انا هبقى مبسوط ان انت ايه بتسمع، بتنفذ اللي بقوله. خلاص. وبتدي الانبوتس بتاعتك لما بطلبها. ليه؟ لان اي حد تاني لما بيجي له حد فريش هو شخصيا بيبقى مشغول، انا شخصيا مشغول، بيبقى عندي حاجات كتير. فلو هزود على الحاجات الكتير دي المنهدة معاك، انا مش هبقى حابب اشتغل معاك. مم. يعني في اقرب فرصه هتخلص منك هزقك على تيم تاني. هقول لهم يا جماعه الراجل اللي بتاع الانترنشيب اللي جه ده يا ريت ما تجيبوهوليش تاني. خلاص. اوكي. او لو هتجيبوه ابعتوه لاي حد غيري، بس انا اه مش صح. عايزه. فساعتها هتبقى سمعتك في المكان، ده ما اشتغلش كويس مع محمود، فغالبا مش هينفع مع احمد. فاهم؟ فبتضيع على نفسك فرص. فاول حاجه ابدا، يعني لازم يبقى عندك شبكه علاقات. شبكه العلاقات دي بتبتدي ازاي؟ انك تتعرف على ناس. تمام. طيب. آه الناس بتقول لي انا ما اعرفش ابتدي منين. طب انا مش عارف اجيب انترنشيب، مش عارف اجيب مش عارف ايه. طيب. كل الحاجات دي بتيجي فرص. يعني في انالوجي لطيف انا بحب اقوله، انك لو انت واقف قدام نهر بيجري، النهر ده مليان فرص. حلو. لو انت واقف بره مش هتخبط فيك ولا فرصه. صح. تمام. لو نزلت وقفت في الميه الفرص ممكن تخبط فيك. ده فاحنا حقيقي. بنزود الاحتماليه ان الفرصه تيجي تخبط فيك، او انك تشوفها، او يعني فاهم. فانا ازود فرصي ازاي؟ لو انا واحد ما اعرفش اي حاجه، خلاص، بحاول ادور على البلاتفورمز اللي فيها وظائف. بشوف لينكد ان، بشوف وظفني، بشوف وظف، سوري مش وظفني. مم. بشوف اي فورم من الفورم دي، بشوف التوكس بتاعت الناس اللي بتتكلم في المجال، الناس اللي هم الكتير الموجودين على السوشيال ميديا. تمام. اشوف الناس، المشاريع الخيريه اللي في مجال السوفت وير. يعني احنا في كذا انيشيتيف كده جوه مصر، كتير ناس بتعمل حاجات كتيره حلوه جدا جدا جدا. تمام. اخش كونتريبيوت معاهم، يعني اخش احط نفسي في وسطيهم واقول يا جماعه انا بعرف كذا، ساعدوا يعني ايه، دخلوني معاكم. فانت لما بتخش معاهم وتشتغل معاهم هتلاقي ان في حد بيجي يكلمك، طب ما احنا عندنا مكان فاضي في الشركه الفلانيه، ما تيجي تشتغل معانا يا ابني، انت كويس. تمام. في نفس الوقت انت بتعبي خبرات. يعني انت دلوقتي ايه، حتى لو شغال على مشروع خيري من المشاريع دي، انت بتعبي خبرات. فانت وقتك برضو، انت هنا برضو ايه بتتعلم ببلاش، بس احسن ما تدفع فلوس. ده حقيقي. فانت دي بتسند دي. فلما يبتدي ساعتها، لما تبتدي تعمل الكلام ده هتلاقي حاجه تكتبها في السي في. اوكي. فاهم قصدي؟ يعني هو كل المشاكل بتاعت ايه، اصل انا السي في بتاعي ما بيتقريش ما بيعديش، ما هو السي في ما فيهوش حاجه. لكن لو عامل بروجكت، انيشيتيف مثلا، حاجه خيريه ولا بتاع، هتكتبها. لو رحت انترنشيب في مكان شهرين ثلاثه وعملت فيهم بروجكت ولا اتنين، هتكتبه. فاهم قصدي؟ فهو هنا الكورسات لا تساوي شيء. يعني أنا مش بقول ان هي وحشه، بس انا لما هقعد اقرا سي في لواحد لسه فريش، وكل اللي هو كاتبه انا خدت الكورس الفلاني وخدت الكورس الفلاني وخدت الكورس الفلاني، ماشي، كل دي معلومات او يعني معرفه نظريه لا تساوي مع خبره. ده حقيقي. تمام. بينما لو قلت لي انا خدت كورس بس رحت بعد كده عملت انترنشيب وعملت بروجكت بيه، تمام، كده بقت معرفه نظريه وتعادلها معرفه خبره عمليه، فتبقى فاليديتد، حلوه، كويسه. لكن طول ما انا زانق نفسي ان انا راجل بتاع نظري، ما يا باشا، ما هو اللي عارف النظري كتير. وهو حتى فاهم قصدي؟ اصلا غير كده، حتى الكورسات اللي هي بتبقى اللي فيها خبره عمليه حقيقيه بتبقى غاليه جدا جدا جدا. ما اعتقدش ان في طلبه هيتحملوها، يعني اصلا الشركات هي اللي بتصرف عليها، الموظفين نفسهم ما بيصرفوش على نفسهم فيها، بتبقى من ما كتر هي ما ما هي دي غاليه. جزئيه تانية. هي انك اصلا في برضو مهاره تانية، وهي مهاره انه هل الوقت اللي انا هضيعه في الكورس ده يساوي وقتي، يعني هيبقى مجزي في الاخر ولا لا. تمام. يعني انا جالي مره من المرات شاب، انا كنت حزين عليه جدا. هو خد قرار خاطئ جدا. قرر ان هو يوقف الدراسه لمده سنه
تمام، مهم. عشان يخلص الكورسات اللي عليه. يعني هو اه. قرر انا هوقف دراسه لمده سنه علشان عندي كورسات كتيره قوي اونلاين اشتريتها خلاص وعايز اخلصها عشان اعمل بقى ايه، انفست في نفسي. مم. وجيت اتكلم معايا كان فات تقريبا حوالي 9 شهور من البريك اللي خده. مم. قلت له طيب انا هسألك سؤال واحد بس، هل انت بعد ال9 شهور دول انت فاكر دلوقتي الكورس اللي انت ذاكرته في اول ال9 شهور؟ صعب قوي، صعب قوي قوي فقال اعتقد. لي لا. اه قلت بالظبط. له يعني الكورس هتاخده مش هتطبق عليه، هتنساه بعد 3 شهور ماكسيمم لو انت الذاكره بتاعتك جامده جدا. لكن لو انت الذاكره بتاعتك زي حالاتي هتنساه بعد اسبوعين. تمام. فاي حاجه انا اي تريننج هاخده من غير ما اطبق عليه واشتغل بيه هنساه. لان انا هفتكر دايما المشاكل اللي واجهتني، انا هفتكر دايما الحاجات اللي فكرت فيها كتير. الكورسات بتضايق يعني 90%، عشان ما اقولش كلها، 90% من الكورسات بتعلمك الهابي باث. الدنيا هتمشي من النقطة A للنقطة B زي السكينة في الحلاوة. صح. تمام. تيجي في وقت العملي تلاقي ان النقطة A والنقطة B ما بيجوش على خط مستقيم، ما تعرفش ازاي، يعني هما نقطتين بس ما بيجوش على خط مستقيم. لازم تفضل تعمل كده عشان تعرف توصل له. هو ما فيش تمام. كورس اصلا بيعلم ازاي تديباج، يعني الديباج دي سكيل بتاخدها بالخبره. هو كورس بيقول لك، هو بتجربها قبل كده، بص انت لو حطيت دي مع دي هتشتغل. لكن في الغالب انت لما تيجي تكتبها بنفسك، لو في بارامتر هنا اتغير دور عليه بقى، اقعد لف بقى حوالين نفسك كده لحد ما ايوه، تلاقيه. عشان انا دلوقتي لما باجي بشرح لك اي فكره في الدنيا، انا لو مثلا قريت موضوع عميق ودرسته كويس تمام، لما هاجي اشرحه لحد هبسطه له عشان يقدر يفهمه. ما هو ما عندوش الخبرات اللي تخليه ينزل معايا تحت. مهم. لو خدته معايا تحت هيغرق. فانا لازم ابسطه له عشان يقدر يفهمه صح. طيب، لو جينا بندي فيرجن 2 من نفس الكورس هننزل شويه في التفاصيل، مهم. فيرجن 3 هننزل اكتر. فانا محتاج حد يروح ياخد الكورس يشتغل عليه شويه، بعدين يرجع اديله تريننج تاني انزل اكتر في التفاصيل. تمام. ودي بتبان في السيرتيفيكتس مثلا بتاعت اي دبليو اس مثلا او كده، يقول لك سولوشن اركتك اسوشيت. لو ما عندكش خبرات قوي ممكن تاخدها، بس البروفيشنال بننصحك تشتغل سنتين الاول قبل ما تاخدها عشان تعدي بسرعه. تمام. طبعا تقدر تهاكي الامتحان، بس انا بتكلم هم ليه بيقولوا كده. عشان في تفاصيل في الامتحان بتاع البروفيشنال مثلا مش هتقدر تاخد بالك منها لو انت ما جربتش بايديك. مهم. فاهم قصدي؟ فهو ده دايما اللي بيبقى الفيصل في رأيي، انك تكون طبقته وبتاع وخدت شوية خبرة فتقدر تفهم البعد الأعمق. طيب والا خلينا، هتفضل دايما قاعد في الحتة اللي فوق. طيب خلينا ناخد خطوه كده ورا ونبدا ناخدهم بقى ايه، مرحله مرحله كده. انا النهارده واحد لسه داخل الكليه، مهم. اعمل ايه في اول سنتين؟ يعني خلينا نفترض كده 4 سنين لاجل التبسيط، يعني في هندسه طبعا وفي حاسبات وبتاع، خلينا نقول هم 4 سنين، اللي هو سنتين، اللي هو 4 سنين دراسه حاسبات. فانت عندك مم. سنتين، ولو في هندسه هم 3، وعندك سنتين اللي هم قبل التخرج، اللي هو دايما بننصح الناس ان هو يبدا يديبن هيز نولج في حته معينه في السنتين دول. مم. طيب انا اعمل ايه في اول سنتين، واعمل ايه في اخر سنتين؟ طيب وانا خلاص انا ضيعت ال4 سنين، اعمل ايه بقى لما اتخرج؟ واحده واحده كده. طيب، اللي انا هقوله ده نصيحتي لاخويا الصغير، ماشي؟ اوكي. اللي انا بقوله مش ملزم لحد، وفي نفس الوقت هو مش الطريق الواحد الصح. اوكي. خلاص، عشان بس ده ديسكليمر يعني. بالظبط. اخ كبير وكلامه انا غير ملزم. انا بالظبط، انا نصيحتي لاخويا الصغير انه اول سنتين في الجامعه يركز جدا جدا على اللغه. لو اللغه الانجليزيه بتاعته مش احسن حاجه ياخد فيها ده كورسات مساحه كويسه جدا. ويبراكتس الانجليزي بتاعه كويس جدا عشان يعرف يتكلم انجليزي كويس قوي ويقدر يستوعب كونتنت باللغه الانجليزيه، لان الكونتنت بتاع الشغلانه بتاعتنا باللغه الانجليزيه مم. اكتر. فبدل ما تزنق نفسك في كورس بالعربي ممكن تاخد كورس احسن او مجانا موجود على اليوتيوب بس باللغه الانجليزيه. فلو انت اللغه وجودته عندك اعلى كمان. مش اه مم. وجودته اعلى في رايي يعني. فلو انت اللغه عندك مش تمام قويها. لو انت بتبلان انك نفسك تسافر بلد ما خلاص بعد ما تتخرج، ادرس اللغه بتاعتها. عايز تيجي المانيا ابتدي ادرس الماني. خلاص. فانا شايف في اول سنتين دراستك للغه دي ده شيء مهم جدا جدا جدا. حلو. طيب،
الحاجة التانية، وقت وانت بتدرس اللغة اعمل نشاط خيري في في فترات الصيف. ليه بقول كده؟ عشان تعودك على العمل الجماعي، عشان تعودك انك تحتك بالبني ادمين. انت محتاج خبرات حياتية. الخبرات الحياتية دي هنجيبها منين؟ بالاحتكاك مع البشر. مهم. تمام. على ايامي كان في جمعيه رساله، كنا بننزل كده ايه معاهم معارض ونجمع تبرعات ومش عارف ايه والكلام ده كله. ده اداني انا كشخص خبرات حياتيه في التعامل مع البشر، وافهم البشر بيفكروا ازاي وبيفكروا في ايه. فدي حاجه كويسه، كل ما هتحتك مع الناس اكتر كل ما هتتعلم حاجات كتير عن الدنيا، عن الحياه عموما بتمشي مهم. ازاي. تمام، لانك انت في الاخر هتشتغل مع بني ادمين مش مع كمبيوتر. يعني انت هتبقى قاعد قدام اللابتوب بس انت بتسلم شغل البني ادمين وبتعمل شغل البني ادمين. هندلة البني ادمين مش عايز اقول 90% من الشغل، بس هي على الاقل 50% من الشغل. انت فلو مش كده عارف هتهندل البني 50% ادمين دي انت ومتخيل متفائل ان انت قوي. لما هتشتغل في السوفت وير هتقعد قدام اللابتوب ونديك قهوه تطلع كود، فدي مش حياتك يعني. خلاص. ده حقيقي. من الاخر يعني. ف... فانا بشوف دول اول سنتين لو قدرت تعمل ده، ده هيبقى شيء ممتاز. السنتين اللي بعد كده انت تحاول طبعا تشوف طبعا انترنشيب. طبعا ده بجانب شغله العادي التقني بتاعه، اللي هو بياخد كورساته الجامعه وبيشتغل وبيحاول ينجح لا لا، ما هو بيدرس في وبيركز الجامعة وبيذاكر والكلام ده كله. انا ويحاول بتكلم يقوي على نفسه في الفترة البرمجه فترة بتاعت بتاعته. البريك. اه. اه، بيكون نفسه في البرمجه اللي هو بيتعلمها وكده. اه. وما بقولكش اشتغل ال 12 شهر في السنة، يعني انا بقول اه، لك اوكي. يعني اعمل اكتيفيتيز يعني، مش هتزنق، مش هتاخدها كلها فحت وردني يعني، لا ما بقولش اوكي. كده يعني. احنا بس بنأكد بس ان هو تمام. انت عادي، انت طالب في الجامعه بتروح وبتحضر وبتخلص كورساتك، ولو عندك اي حاجه عندك وقت في فراغ. الجامعه تعملها وعندك وقت فراغ بتحاول تقوي فيه بقى الحاجات النواقص اللي اه، عندك. عندك وقت فراغ املاه، يعني املاه اوكي. بحاجة تسندك قدام. فدي حاجة. الحاجة التانية يعني من بعد بقى سنة تالتة ويعني سنة تالتة ورابعة أحسن لك تتجه للشركات اللي أنت حابب تشتغل فيها، تروح بقى تدور على انترنشيب فيهم، تشوف الريكوايرمنت إيه، تشوف اللي ناقصك إيه وتتعلمه. يعني لو أنا في سنة تالتة وبصيت على أنا مثلا عايزة أدخل انترنشيب في شركة إكس، فاروح أشوف هي الناس دي بتنزل الانترنشيب في أنهي شهر في السنة، عشان أبقى عامل حسابي وأقدم من بدري. طيب، الانترنشيب دول بيطلبوا ايه السكيلز اللي عندهم؟ طب السكيلز اللي عندهم دي عندي ولا لا؟ لو هي عندي اوكي، لو مش عندي احط بلان زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. دي اللي فاتت. احط بقى بلان وانا هذاكر ايه، يبقى انا عارف انا بذاكر ايه في في وقت الفراغ برضه. تمام. أم، ساعات موضوع الانترنشيب ده ما يكونش سهل لان عدد فرص الانترنشيب اقل بكتير من من الناس اللي بتقدم. تاني، لو ما فيش دي يبقى لازم نروح نشتغل في بروجكت خيري. لو ما فيش خالص ممكن تروح تلم مجموعة من أصحابك وتشوفوا فكرة كده في برنامج أبليكيشن ويب سايت أي حاجة تعملوها. فاهم قصدي؟ المهم تمشي إيديك، يعني المهم مم. تمشي إيديك كده إيه، وتحاول تروح تعمل حاجة ناس تستعملها في الحياة عشان تشوف المشاكل يعني من الآخر. فده ده التقسيمة اللي أنا شايفها معقولة يعني. ال- النقطة اللي بعد كده إنه طب معلش يا ساعات. محمد، انا عندي سؤال اتفضل. هنا، عشان دي نقطه مم. مهمه جدا يعني. دي مشكله واجهتني انا شخصيا. انا خريج جامعه اقليم، يعني انا مش بتاع حلو. 3 حروف ومش بتاع القاهره ولا عين شمس ولا حتى اسكندريه، يعني انا جامعه المنصوره الجميله. كان عندنا شويه دكاتره زي الفل، مم. وجوده التعليم زي الزفت يعني. ايوه. فدلوقتي اكيد انا مطلوب مني فوق اللي انت قلته اخد اكسترا ستيب. خلاص يعني هو ده نصيبي، انا دخلت جامعه وحشه. في جامعات في مصر اسوأ وفي جامعات احلى. طب لو انا عارف ان جامعتي وحشه وعارف ان وخلينا نتفق ان في شركات بتهاير ناس من جامعات معينه، مم. يعني دي فاكت موجوده ولازم نقبلها، يعني لازم تتقال يعني عشان ما حدش يقعد يدوخ عليها. طيب انا دلوقتي عايز ستاند اوت فوق الستاند، يعني عايز ابان فوق البين اللي هو الناس اللي باينه، يعني انا برضو انت عندك سوق في ناس كويسه في ناس باينه. انا بقى محتاج اطلع من مم. تحت خالص، اوصل للصفر زي ما بنقول. هي مش قصه ناس باينه، هي الموضوع ريلاتيف، بس انت بتبص ان الناس دي فرصتها اسهل، بس مش معنى كده ان هي حياتهم اسهل يعني. ده كده كده الموضوع، اه. الموضوع مش ستريت فورورد، او يا ريته كان ستريت فورورد يعني. مم. بس بس هي فرص يعني عنده فرص انت اكتر. انت تاني انت بتزود احتماليه مم. ان الفرصه تخبط فيك. ماشي، هو نفس مم. الانالوجي تاني، انت بس محتاج تزود الاحتماليه. انت لو انت عايش في الاقاليم فانت فرصك اقل،
مم. محتاج تقرب من مراكز صنع القرار، مراكز صنع الفرص. ماشي. مركز القوة. آه، فهي الفكره. آم، انا عايز اقول لك، انا خلصت الجامعه، انا خلصت الاربع سنين بتوع الجامعه، سوري الخمس سنين بتوع الجامعه، كنت هندسه. وانا مش مبلان خالص ان انا اشتغل في سوفت وير. يعني انا كنت ابعد ما اكون عن السوفت وير. انا زمايلي اللي معايا في الجامعه عارفين كويس قوي ان انا كان اخر واحد في الدنيا ممكن يقعد معاك دلوقتي يتكلم عن السوفت وير، لان انا ما كنتش يعني لا حول ولا قوه. حلو. بس اللي حصل معايا ان انا لما خلصت الجامعه كنت بشتغل حاجه، ولما اتخرجت ما عجبنيش ان انا اكمل فيها. مم. فقررت ان انا هعمل اي حاجه تانية. هسافر بقى، ههج، هعمل اي حاجه. آه، الحظ بقى لعب معايا ان انا لقيت المنحه بتاعت الاي تي اي دي. واحد صاحبي حتى هو اللي قدم لي، انا شخصيا ما قدمتش لنفسي، يعني واحد صاحبي هو اللي قدم لي. انا اوكي. اتقبلت وهو لا. فهي الارزاق برضه في الاخر. بس انا قعدت كمان يعني بعد الخمس سنين بتوع الجامعه قعدت بقى سنه كمان في الاي تي اي. اوكي. تمام. فتخرجت بقى بعدها بتاع سوفت وير بقى، وكملت الكارير لحد دلوقتي. فانا عشان اكومبنسيت ما بين حد كان طول عمره كمبيوتر ساينس واتخرج واشتغل، انا اضطريت اخد سنه زياده في الاي تي اي عشان اعرف اخش معاهم في نفس المجال. هل دي حاجه وحشه؟ لا، مش حاجه وحشه. لو انا اقدر افورد هعملها. هل هي الطريق الوحيد؟ لا. انا بتكلم على التجربه بتاعتي. انا بشوف انا بشوف الاي تي اي فرصه كويسه قوي 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 قوي. لو حد ما كانش مركز في الجامعه، لو حد ما كانتش دراسته سوفت وير، يروح يعمل ريسيت، يخش هناك يتعلم، وهيخرج فرصه كويسه جدا في سوق العمل. لان يعني في شركات اصلا بتروح الاي تي اي تهيد هانت من هناك، فانت اول ما هتتخرج مم. تلاقيهم بيشدوك يعني. واحنا هنقع هنا طيب. في النقطه الخناقه الازليه بتاعت تويتر. انا فاكر هو لو انت خريج سوفت وير هندسه يعني حسيت ان انت تخش الاي تي اي ولا لا. انا تيم لا. فاللي هو يعني بص يعني انا لا تيم لا يعني ولا انا بقول اسيبها للناس اللي هو ما اتعلمتش الميزه، سوفت وير. الميزه اللي بيديها لك اي تي اي مقارنه باي مكان تاني ان هو بيحاول يديك خبره عمليه. ده حقيقي. فهي انت تقدر تقول ان الاي تي اي يعادل الانترنشيب اللي انت هتاخدها في الشركه. فاهمني؟ يعني هو مم. بيديك الجزء النظري بس، انت بتخلص النظري الصبح ويقعدك في اللاب، اقعد اعمل لي بروجكت واقعد اعمل لي مش عارف ايه، مم. وتعالى في الاخر هنعمل بروجكت كبير وهنشتغل فيه كلنا ومش عارف ايه. فهو بيحاول يديك الخبره بتاعت سوق العمل، ولذلك الناس اللي بتخرج من هناك بتبقى الشركات عايزاها عشان يقدروا يعملوا لهم انتجريشن جوه بسرعه. التيمز بتاعتهم اسرع اسرع. مم. ف ف فهي دي الفكره. انت لو لقيت مكان يديك الخبره بغض النظر اسمه ايه، اسمه الاي تي مم. اي ولا اسمه سنتر حماده ممس، اي حاجه، بس طالما هيديك الخبره الحياتيه دي ماشي، اعمل ده. الخبره الميدانيه مش الحياتيه. ميداني. ماشي. طيب. فهي دي بس الفكره. يعني انت محتاج مكان يديك الفرصه انك تطبق اللي اتعلمته، فتاخد الخبره اللي على اساسها تقدر شركه تراهن عليك وتاخدك من السوق وتدفع لك مرتب اللي انت عايزه، او يعني مرتب المتاح يعني. طيب فانا دلوقتي في اخر يعني خلينا نريكاب. اول سنتين في الجامعه بحاول اقوي، لو عندي مشكله في الانجليزي بحاول اقويه. بحاول انزل اعمال تطوعيه اكتر واتعامل مع البشر اكتر عشان اللي هي المهارات الحياتيه في التعامل مع البني ادمين تبقى عندي معقوله. ما ينفعش ابقى انسان مثلا ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اسمع. الحاجات دي كلها ببدا انميها وابدا عارف اللي هي انمي مهاره اصل الفرار، هو اقرا اللي اصل هو بص، قدامي. صناعه السوفت وير او البيزنس عموما يعني ما بيشتغلش عن طريق انه حد شاطر في المجال بتاعه ده او كده حد كده. شاطر في التقنيه بتاعته. بيكتب كود حلو، بيعمل احسن سيكوال كويريز وات ايفر. مم. مش بس كده، بس انت بتعرف توصل الفكره بتاعتك ازاي، بتشرحها ازاي. اوكي. يعني بتعرف تحكي حدوته ولا لا. يعني الناس بتحب الحواديت تاني. اه. لما تيجي تشرح فكره، اشرحها في سياق حدوته، هتلاقي كل الناس مبسوطه. تمام. آه، فهل انت بتعرف تشرح؟ هل كلامك واضح؟ افكارك واضحه؟ يعني في ناس افكارها بتبقى عامله كده، فاهم؟ اللي هو بيفكر في تسع افكار في نفس الوقت، فلما مم. بيجي يتكلم بيدخلهم كلهم في بعض، فانت بتبقاش عايز تسمعه. انت ده صداع. ده حقيقي. اوكي. فدي اشكاليه. فانت لو تقدر تشتغل على المهارات دي، المهارات دي بالتعامل مع الناس هتيجي.
مهم. انك تقف تتكلم مع حد ويقول له حبيبي انا مش فاهم انت بتقول ايه، مهم. اهدى كده وابلع ريقك واشرح لي واحده واحده انت عايز ايه. فتفهم انه لما الافكار اللي في دماغك ما بتخرجش على لسانك، الشخص اللي قدامك للاسف مش شايف اللي جوه. اه. يعني فاهم ازاي؟ انتوا ازاي مش فاهميني؟ عشان احنا يعني مراحل تطورنا الحياتيه برضو ان احنا نبقى يعني تين ايجرز بقى ايه، متخيلين ان اهالينا ما بتفهمش ومش عارف ما بيسمعوش ومش عارف ايه. وتلاقي نفسك يعني انت اصلا افكارك مش واضحه، يعني انت مم. عندك زحمه من الافكار ومش قادر تعبر عنها. فبتبتدي تقول هم مش سامعيني، هم مش فاهميني، بس هو انت حضرتك ما بتتكلمش كويس يعني. انت مش قادر مهم. تشرح انت عايز ايه. ده حقيقي. أم، ف طيب، مم، قول. فهو بعد كده سنه ثالثه ورابعه اللي هو بنبدا بقى ندور على اللي هو نعلي اللايكلي هود او الاحتماليه ان انا الاقي فرصه. فببدا اجهز نفسي، اشوف الريكويرمنتس اللي ناقصه عندي التقنيه اللي هي تبع الشغل، بشوف بقى الانترنشيبس اللي ناقصه، الانترنشيبس اللي هو البوستنج، وابدا اشوف السكيلز اللي ناقصه عندي، واعمل ميكس اند ماتشنج كده، واشوف ايه اللي ناقص اشتغل عليه وايه اللي عندي اقويه وهكذا. واحاول اشوف انترنشيب. طيب خلينا بقى نروح لنقطه اشوف انترنشيب دي. زي ما احنا اتكلمنا برضه في نقطه ان انا وانا جامعه اقاليم محتاج ابذل مجهود اكتر شويه وهكذا. الطريق مش ستريت فورد لكل الناس، ولكن في ناس طريقها، يعني في ناس عندها بريفليج عنك. ده خلي دي فاكت محتاجين نقبلها كلنا. دي هتفضل موجوده مدى اه، الحياه. في هتفضل موجوده دايما ده الحقيقه. في بالظبط. دايما في دايما ناس طريقهم اسهل من طريقك. بالظبط، م- فخلاص انت م- م. الحل ان انت دي تبدا فاكت في في. الحياه، تعامل معاها اه، تقبلها يعني. بالظبط، لازم انت فايت بقى انك تحاول تطلع اللي بعدها. طيب يعني مش لازم، بس يعني مش قصه فايت، بس هو يعني كل ما يسر لما خلق له. يعني انت طريقك غير طريقه. ما هو تشغلش بالك، ما تشغلش لا. بالك بغيرك يعني. لما بقول فايت معناه ان انت يعني اللي هو انت هتغرق، فانت لازم تعافر عشان انت تطلع. يعني ما انت بص اللي هو مبدا ايه، كده كده انا محتاج تعافر. انا حتى عندي حتى الشخص حلين. اللي طريقه سهل، اه، عندي حلين، يا حتى الشخص اللي استسلم. طريقه سهل، حتى كم. الشخص اللي طريقه سهل محتاج برضه يعافر. هي الفكره انه الطريق السهل في البدايه بيوفر عليك خطوه، ده حقيقي. تمام، اه. بس هو الطريق طويل قوي، اه، فمحتاج معافره برضه. فهمت قصدك. فدي كلام فايا كان منطقي. يعني. لو حد بيزقك في الاول مش هيعرف يزقك للاخر، يعني هو هيزقك كلام لحد منطقي. ليميت معين يعني. بس كلام منطقي جدا. بس عشان نقفل بس النقطه دي، ونقفل بس عشان الوقت كمان. اهو. السوشيال انجينيرنج بقى، انه انا راجل عايز حاجه من حد، تمام، فانا محتاج ادي انسنتيف للحد ده انه يساعدني. فاهم قصدي؟ فده بعمله ازاي؟ ان انا اوسع شبكه العلاقات بتاعتي، هو ده احضر ايفنتس، بالظبط، ده بالظبط كان السؤال اروح. الجاي اللي هو ازاي اه اكبر شبكه العلاقات بتاعتي عشان اعرف من خلالها الاقي انترنشيبس او اعرف الاقي شغل من خلالها. دي بقى ازاي. انا بتكلم مع الناس، بشوف مين شغال في الشركه الفلانيه اللي انا نفسي اشتغل فيها، واروح اكونكت معاه. لو في اوبورتيونيتي ان احنا نتقابل نشرب قهوه مش عارف ايه، اشوف الراجل ده لو بيتكلم في ايفنت اروح احضره واتعرف عليه. تمام. دي مش حاجة وحشة، دي حاجة كويسة يعني. مهم. عرف نفسك، خليك ظاهر للناس. آه، البعيد عن العين بعيد عن القلب، والقريب من العين قريب. فاهم قصدي؟ مهم. فعرف، اظهر نفسك للناس. اشوف الناس دي مثلا هل بيبوستوا شغلانات، هل هم عندهم شركة مثلا فبيعينوا ناس، اتعرف عليهم، اشوف الناس دي بتعمل ايه واتعلم منهم، واكون على اتصال دايما. فاهمني؟ فلما يبوست حاجه ابعت له اقول والله انا انترستد ان انا اخش في الشغلانه دي. طب انتوا بتدوروا على ايه؟ فاهم قصدي؟ طب مش هتمشي معاك دايما، بس انت تاني بتعلي فرصك. فاهم؟ في اوكي. انك تكون ان حد يشدك، يعني حد يختارك. اوكي. آم، نقطه برضو مهمه، وهي احنا من الاول خالص بنتكلم في ان انت بتحاول تزود فرصك، تمام. صح. بس ما هي ما فيش زي ما بيقولوا سيلفر بوليت كده اللي هي تاخدها هتلاقي حد واقف الناحيه التانيه مم. ياخدك من ايدك ويدخلك الشركه. في الاول وفي الاخر ده التوفيق بتاع ربنا يعني. مم. ده كده كده. احنا بس بناخد بالاسباب، وكل ما خدت بقى الاسباب كل ما كان توفيق ربنا ان شاء الله ايه معاك. آم، فاحنا علينا بس السعي. النتيجه بتيجي من عند ربنا مش من عندك. صح. فخليك صبور، لانه انت ممكن تعمل كل الكلام ده خلاص وتلاقي الدنيا برضو مش ماشيه شويه. فخليك صبور. طالما انت ماشي في الاتجاه الصح خلاص، وبتهاند شيك انه مع ناس انت بتثق فيهم وعندهم خبرات، انه ده الاتجاه الصح يا جماعه، انا مش ماشي غلط، تمام، يبقى اصبر بس شويه صبر. اوكي. صح.
طيب ده كلام جميل قوي يا حافظ. عندي بقى سؤال، يعني خلينا نخش بقى للمرحله اللي بعدها، اللي هو انا النهارده خلاص، يعني انا في اخر سنه وما عملتش كل ده، وحاليا بقى بتخرج خلاص، يعني احنا مثلا شهر 4 اهو، شهر 2 اهو، وهتخرج في شهر 7 اللي جاي. مم. الفتره بقى دي وما بعد التخرج ابدا يعني طبعا البلان بتاعتي بقى هتبقى كومباكت، ولازم انا اوبتمايز على قد ما اقدر، يعني كابيتالايز على اللي عندي جدا وهلعب اللعبه دي. اعمل ايه بقى؟ ايه الخطوات اللي في هو في في بس نقطة مهمة. يعني يعني في القرآن بيقول لك ولا تأسوا على ما فاتكم. يعني ما تركزش في اللي ضاع منك. اوكي. يعني ما تقولش ايه ده يا نهار ابيض، انا بسمع الكلام ده وانا في سنه رابعه وخلاص، ده انا ضيعت بقى 3 سنين، ده انا هعمل ايه، انا ضيعت. مفيش الكلام ده خالص. يعني امم. انا عملت شيفت للكارير بتاعي وانا عندي 30 سنه خلاص. فاكيد انت لسه قدامك وقت كتير. اوكي. خلاص. طيب. فدي حاجه. الحاجه التانيه انه انت بتاخد دايما سكرين شوت كده من حالتك اللي انت فيها. يعني انت مش مم. لازم تكون عملت كفرج ال 100% من اللي انا قلته ده خالص. تمام. بس بتشوف تاني الحاجات المهمه. يعني انت واقف في المكان، انت دلوقتي هنا خلاص، وعايز تروح هنا. طيب ايه الحاجات اللي ناقصه؟ محتاجه مثلا اركز على لغه شويه، عايز اظبط اللغه بتاعتي، عايز اظبط شويه سكيلز، اخد تريننجز مش عارف ايه. هنعمل السكيل جاب اناليسيز اللي عملناه المره اللي فاتت، اكسل اوكي. شيت، هتشوف ايه اللي تعرفه كويس، ايه اللي مطلوب منك، وتبتدي تشتغل عليه. فاهم؟ بهدوء تمام، مش اي نوع من انواع البانيك. خلاص. جميل. طيب مفيش شغل. برضه تاني هنرجع لنفس القصه، احاول ان انا اشتغل على مشاريع حتى لو مش هاخد فيها فلوس، بس اخد خبرات. ممكن اخش على المواقع اللي هي بتاعت الفريلانسرز اللي بتديك شغلانات مقابل فلوس، واعلي على الناس. يعني بقى اللي هو ايه، الشغلانه دي ب $100 هعملها ب 50، الشغلانه دي ب مم. 50 هعملها ب $10. واخد بالك؟ ليه؟ لانه اللي هيديك سعر قليل، او يعني اللي هيوافق ان هو يديك سعر قليل مش مستعجل عليه، مش مستعجل او مش فارق معاك كواليتي قوي. فتخش تتعلم، و$10 بالنسبه له مش ريسك، ولا مم. $50 مش ريسك. تمام. فخش يرميها يا باشا، خش مشي ايديك. خلاص. حتى لو هتقول $0 بدولار واحد. تمام. بس تتعلم، ايدك تمشي، اوكي. ويبقى معاك مكالمة مع حد بيشرح لك وانت بتفهم وبتكتب وبتطبق وتودي له، فيقول لك لا لا لا، ايه القرف ده، انا مش عايزه، انا عايز حاجة تانية. فتتعلم. وفي الغالب هيكون بيتكلم انجليزي، فانت كمان بتبراكتس فانت كمان بتبراكتس وبتظبط اللغة انجليزي معاك. بتاعتك وهكذا. اه. فما تقفش بس في مكانك. يعني انت مم. كل اللي محتاج تحصله في اول 5 سنين ليك بعد التخرج هي الخبرة. ركز على الخبرة اكتر من الفلوس، وبعدين الفلوس هتيجي. تمام. تاني، تمام. مش بقول صفر فلوس، اهم حاجة ان الفلوس تكون مكفياك. مم. تمام. مكفيه منطقي حق، جدا. يعني ده بتختلف من شخص للتاني. آم، بس انت محتاج تحصل الخبره. يعني لو قدامك تو اوبشن، اوبشن هيبقى فيه خبره وفلوس على القد، واوبشن تاني فلوس كتير بس خبره وحشه، هتستجنيت. يعني هتيجي بعد فتره هتندم على الاختيار ده، لانك مم. البروفايل بتاعك هتحتاج تنظفه، فهيتعبك. بالذات في فبالذات الاول، بالذات في اول في كارير الاول، بتاعك. يعني اه. يعني عشان ما تزنقش نفسك في مكان ما تعرفش تطور نفسك فيه، فتتعب يعني اكتر عشان تعمل ريستارت للكارير بتاعك يعني. طيب. آه ركز على الموضوع بتاع الخبرة أكتر من الفلوس في الأول. ماشي، ده اتفضل. كلام جميل خلاص. ده كلام عظيم. انا ما يعني ما عنديش اي نقطة تانية هقولها. مم. في النقطة اللي في نقطة بتتسأل ممكن نتكلم فيها في عجالة، مم. اللي هي انا، طب انا دلوقتي هحط ايه في السي في بتاعي وانا ما عنديش حاجة؟ بص، ما هو أنت لو أنت اشتغلت مشاريع خيرية، عملت تريننجز مثلا في الجامعة، وقفت اديت برزنتيشن، ولا عملت أي حاجة، أنت هتقدر تكتبها. يعني لو مهم. كنت عملت بروجكت كده على جنب، وبعدين جبت زمايلك في الجامعه وطبعا انا عملت البروجكت الفلاني وعملت التطبيق الفلاني، وده مشي معايا ازاي، وعملت ديبلويمنت ازاي، وكتبت الكود ازاي، ومش عارف ايه، تتكتب مش ما تتكتبش يعني. اوكي. انا رحت الجمعيه الخيريه الفلانيه مثلا وعملت لهم بورتال مش عارف ايه مثلا. انا رحت اشتغلت في انيشيتيف كانت تبع شركه اكس واي زي، كانوا عايزين يجمعوا البلاستيك اللي في بتاع العبوات بتاع المنتجات اللي بيبعتوها، وعايزين يلموا البلاستيك ده عشان خاطر البيئه مثلا. مهم. ايا كان. فانت عندك حدوته تحكيها. مهم. خلي السي في بتاعك فيه حدوته.
تمام. فلو اشتغلت هيبقى عندك حدوته تحكيها تحطها في السي في. اوكي. آه. وحتى لو لو السي في الحدوته لو فاضي، حتى لو لو السي في الحدوته مش فاضي خلاص، تقنيه. ما هو فاضي، هنعمل ايه؟ مم. قول حتى لي. لو الحدوته مش تقنيه، بس في حدوته. مش بص اه. الحواديت ما ينفعش تكون تقنيه، مهم. الا لو انت راجل، يعني مع احترامي، الا لو انت راجل سبجكت ماتر اكسبرت في تكنولوجي ما، مم. فحواديتك التقنيه هتبقى يعني لذيذه للناس المهتمين بيها، فاهم اوكي. قصدي؟ بس انا دايما احنا غالبيتنا مش تقنيين، اللي هو آه، مش سبجكت ماتر، مش 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 ده سبجكت مش ماتر اكسبرت، اه. مش باشمهندس بالظبط. عمرو الحلو وهو بيتكلم مثلا على الداتابيز، احنا مش كلنا كده اه يعني، مثلا مش صح. كلنا شاطرين قوي في الداتابيز زيه يعني. مهم. فباشمهندس عمرو لما يجي يتكلم على الداتابيز انا ببقى مبسوط جدا، انا راجل بحب الداتابيز، وانا بقعد انا بسمع كده وانا مبسوط. تمام. مهم. بس مش كلنا زيه، مهم. فاهم قصدي؟ اغلبنا بيشتغل في بيزنس، البيزنس ده بيدخل فلوس، خلاص اعرف الماني سايكل بتاعتك ماشيه ازاي واتكلم عنها، ودورك فيها ايه، يعني انت دورك في السايكل دي عامل ايه، صح. ولادك على المدفع ايه، واخد بالك؟ ما تبقاش بورهم بس اهم حاجه، خلاص. فلو انت عارف دورك على شغلتك على على المدفع، وعارف انت بتعمل ايه في وسط السايكل، ودورك بتسلم مين وبتستلم من مين، هتعرف تحكي حدوته، هتعرف تقول ان انا كان عندي مثلا ديدلاين ومشكله وخناقه واوتج ومش عارف ايه وانا عملت كذا عشان خاطر اصلح كذا عشان خاطر اسلم لكذا، فاهم؟ في اكشن يعني. ما انت ما بتروحش اوكي. كل يوم الصبح بتقعد على الكمبيوتر بتطلع كود وما بيبقاش فيه مشاكل، اه. عشان احنا شغلانتنا اصلا ان احنا بنقعد نحل مشاكل. في وقت بس الفراغ لما تيجي بن... تقول من اول مره ويشتغل، لا هو مش شغال، في حاجه غلط. خش بص عليه. هو احنا شغلانتنا يعني احنا بنقعد نحل مشاكل، وفي وقت الفراغ بنصيح على المشاكل اللي قعدنا اللي احنا غرقانين فيه، ده بس ما كده بنعملش كده حاجه يعني. ثالثه. طيب السؤال بقى المهم بصراحة، وده من أحد الأسئلة اللي أنا كنت مهتم بيها في الحلقة دي، وحابب نتكلم فيها شوية باستفاضة. وأعتقد بحكم خبرتك أنت اشتغلت في شركات كتير، كبيرة وصغيرة، مالتي ناشونال، مجنسيات كتير، وكمان أنت كنت بتعمل انترفيوز. فأنا عايز أعرف أخلاقيات المهنة في الأول. في كتير يعني أخلاقيات المهنة دي حاجة إحنا اتعلمناها بالممارسة. يعني أنا مثلا كان عندي واحد زي محمود حافظ بقعد معاه على القهوة، فهو بيقول لي حاجات كتير. شخصيا بتكلم ده بجد يا جماعة. عندي في مثلا ناس بيبقى عندها منتورز تانيين بيقعدوا يقول له، مثلا في ناس مديرينهم بيبقى حظهم حلو، عندهم مديرين كويسين بيقعدوا يعلموهم. في ناس مثلا بيجي لهم زمايلهم الكبار. يعني انا برضو لما اشتغلت في اول كاريري كان عندي ناس في السينيورز عليا علموني كتير جدا. وانا ممتن ليهم جدا بصراحه الحاجات دي. فاخلاقيات المهنه اللي طلبه الجامعه ما بيبقوش عارفينها كويس. ممكن نتكلم شويه عن الموضوع ده، وايه بقى النقط المهمه المفروض ناخد بالنا منها، ايه اللي نعمله ايه اللي ما نعملوش. لان حياه الجامعه مختلفه نسبيا عن الحياه العمليه. وهتقابل ناس كويسه وهتقابل ناس مش كويسه. بنهندل بقى الموضوع ده ازاي؟ طيب بص، خليني ابتدي من الاخر. انا لو انا راجل بدور ان انا اعين حد عندي في الشركه في انترنشيب او في كفريش جراد يعني، في ثلاثه كواليتيز هدور عليهم، هم دول اهم ثلاثه كواليتيز انا هبقى عايزهم. الكواليتي رقم واحد، انه بيقدر يتعلم، اوكي. يعني بيقدر ياخد موضوع ما يعرفش عنه حاجة يذاكره يتعلمه ويقدر يشرحه. مش لازم يكون عنده خبرة ميدانية فيه لأنه فريش جراد في الأول وفي الآخر يعني، بس لو قدر يشرحه لي كويس، تمام، يبقى أنا بقول إن الراجل ده لو أنا اديته أي حاجة جديدة عليه ما يعرفهاش وسبته، إيه اللي هو هرميه في البحر يطلع ببقه سمكة، امم. خلاص مش هكتفه لسه، أنا هرميه بس في البحر يطلع في بقه سمكة، خلاص. طيب، فلو هو بيقدر يتعلم فدي كواليتي مهمه جدا. طيب انا ازاي كفريش جراد اقول ان انا بعرف اتعلم؟ هقول والله ان انا مشروع التخرج بتاعي في الجامعه كان حاجه ما خدناهاش خلاص في الجامعه، فانا قررت ان انا اعمل البروجكت بتاعي واعمل لي ديبلويمنت على الكلاود، واحنا ما درسناش الكلاود بس انا اتعلمت بقى مع نفسي. فانا طب عملت ايه عشان تتعلم؟ رحت بقى اتفرجت على فيديوهات ومش عارف ايه، وخدت كورس وعملت سيرتيفيكت ومش عارف ايه، وبعدين استخدمت بقى العلم بتاعي ده في البروجكت، فاهم امم. ازاي؟ فابتدي اسالك سؤال مثلا فيه، طب عملت دي ليه؟ عملت دي ليه؟ فتتكلم معايا، خلاص طالما كده انا بفاليديت ان انت فاهم انت خدت القرارات دي ازاي، فانا كده عندي ايه؟ معرفه نظريه، خلاص، فيها شويه تطبيق مش كتير قوي يعني، هي يا دوب تجربه واحده بس الولد قدر ينقل نفسه من الصفر لحد
خمسة من عشرة أو أربعة من عشرة لوحده. اه، ده فأنا مهارة أقدر مهمة جدا. أزقه، اه. فأنا أقدر أزقه من أربعة لتسعة من عشرة في ظرف 3 شهور. لأن مهم. هحطه بقى أون تراك وأديله بقى تريننجز ديزاين دي ليه، هزقه جامد، هديله زقة جامدة، أنا عارف إنه هيطير. أوكي. مهم. فدي أول كواليتي أنا بدور عليه، حد بيعرف تمام. يتعلم كويس. تمام. تاني حاجة إنه شخص يكون بيسمع للنصيحة، بيسمع عموما. يعني آم، أنا هسأل مثلا، هل مثلا كان في بينك وبين حد تاني كونفليكت في مشروع تخرج ولا في الجامعة، اشتغلت في انترنشيب مثلا وحد قال لك حاجة ما عجبتكش، اتصرفت فيها ازاي؟ حد اداك فيدباك مثلا، يعني انا جيت مهم. قلت لك مثلا ايه يا احمد اللي انت عملته ده مش صح، تعالى اوريك الصح، اتصرفت ازاي؟ فاهم؟ ليه؟ انت في بداية كاريرك، اكتر حاجة هت يعني هتساعدك في الشغل انك تكون بتسمع كويس زي ما قلنا، وبتاخد الفيدباك مش بشكل سلبي، تاخدها وبتشتغل عليها. فلو انت شخص بيتقبل النصيحة وبيقدر يسمع ويفهم وبعدين يأكت، ده هيبقى سهل جدا في التوجيه. لو انت شخص شايف نفسك انا جامد جدا، انا مفيش زيي، انا الاول على دفعتي، انا العيال بيقعدوا قدامي وانا اللي بعلمهم، فربنا يوفقك بعيد عني. تمام. مهم. ليه؟ انا عشان اوصل له فكرة انه لازم يسمع، الموضوع ده صعب. فاهمني؟ بتبان امتى؟ بتبان في الانترفيو نفسه، انه اجي يعني يجاوب السؤال غلط، فابتدي اوجهه في الاتجاه الصح، فلاقيه برضه مصمم ان هو يروح في نفس الاتجاه اللي هو عايزه. مهم. شخص هيبقى الكوتشنج بتاعه مرهق، مهم. فانا مش هاخد حد الكوتشنج بتاعه يتعبني. فاهم؟ طالما في حد تاني يعني، مهم. ساعات بتبقى مزنوق للاسف يعني. بس دي حاجه بالنسبه لي بتبقى يعني اللي هو لا بلاش، انا عايز حد بيحب يتعلم، بيعرف يتعلم لوحده، بس في نفس الوقت لما يكون في مشكله وغرقان يسمع، ما يكبرش. مهم. تمام. فدي الكواليتي التانيه اللي انا دايما بدور عليها. الكواليتي التالتة انه يكون آه شخص اقدر اعتمد عليه. ده بيبان ازاي؟ انه بياخد انيشيتيف، يعني بيبقى عنده القدرة ان هو يبتدي حاجة من نفسه خلاص، وبيخلصها للاخر. اللي هو بيسموه بالانجليزي السنس اوف اونرشيب. السنس اوف اونرشيب بالظبط كده. فليه ده مهم؟ في ناس كتير بيبقى نفسها قصير، اللي هو ايه، يبتدي دي ويقف، يبتدي دي ويقف، يبتدي دي ويقف، يبتدي دي ويقف، عامل على طول، عامل زي الفرقع علوز، عمال يتنطط من هنا لهنا خلاص. ده برضه الكوتشنج بتاعه بيكون صعب. في نفس الوقت انا ما اقدرش اتمنه على حاجه، لان انا ممكن اديله موضوع والاقيه اتفرع منه وراح في سكه تانية، واضطر اشده من قفاه، اقعد هنا يا حبيبي كمل دي. فاهمني؟ زي العيال الصغيره، انت سيب طفل كده في اوضه فيها بتاع، هتلاقيه ماشي على الحيطه. فاهم؟ مهم. فانا مش عايز ده في الشغل. فاهم قصدي؟ انا عايز حد احطه على اتجاه يكمل فيه، لو عطل يقول لي. فاهم؟ آه فالشخص اللي بياخد الحاجه ويأونت ويشتغل عليها ويركز فيها، تمام، ده بالنسبه لي مهم. ويفيد ثرو، يعني سي ثرو اللي هو يعني يتاكد انه خلصها للاخر، ما وقفش عنده في عنده النص، مش تشيك، سيلف. عنده ليست في التشيك ليست كده، قبل ما بيقول لك انا خلصت هو بيراجعها مع نفسه ويقول لك اه بالظبط، تمام كده انا. يتاكد ان هو ده المطلوب منه، مم. ان هو فعلا خلصه. تمام. فالقدرة ان انت تبقى بتقون الحاجة وقلبك عليها وتشتغل فيها وتشوفها للآخر، دي كواليتي مهمة جدا. التلاتة كواليتيز دول في رأيي هم الكورنر ستون بتوعك. تقدر تزود مم. عليهم بعد كده، في حاجات تانية برضه مهمة هتيجي قدام، بس التلاتة دول لو هم عندك من الأول وتقدر تنميهم في وقت الجامعة وفي وقت الانترنشيب والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ال3 حاجات دول لو موجودين، انا شايف ان انت هتديفرنشيت نفسك جامد عن ناس كتير. لان انت لو قدرت تجيب لي 3 امثله على ال3 حاجات دول، خلاص،
most probably انت اشتغلت كتير على نفسك. اوكي اوكي. طيب ايه ايه الحاجه اللي انت يعني اللي انت ممكن تاخدها كهارد نو؟ انت بتنترفيو حد وبعد كده عمل اكشن، فانت قلت لا يا جماعه الراجل ده مش هيفيد، حتى لو هو يعني عبقري زي ما هو، لا ده مش هيشتغل معايا من الاخر كده. كذاب. امم. الكذاب اللي ما عندوش السيلف اويرنس، هو يعرف ايه وما يعرفش ايه. امم. ده مش this is a hard no يعني. اوكي. يعني لو حد كذب عليا في الانترفيو هو مش هيعدي. مش هيعدي، ومش هخليه يعدي لمدة سنتين قدام كمان يعني. يعني I make sure of it يعني. لو اكتشفت ان هو بيكذب عليا. أم، ال أم، الحاجة اللي هي ما تبقاش كذب بس هي متعبة جدا برضه وريد فلاج، انه ما يكونش عارف هو مش عارف ايه. يعني بس اسأله على بس حاجة لحظه يقول لي لحظه اه انا لحظه. عارفها، ده كويس جدا، ده انا جامد جدا فيها، ده انا مم. عملت وبعدين بس اسأله عملت ايه بقى بالظبط، لا والله ده كان معايا واحد في التيم هو اللي كان شايل الموضوع، انا بس كنت بشرف عليه. اه ده كويس، اصل بيحصل يعني. كنت هسالك اقول لك يعني نورمالي يو دونت نو وات يو دونت نو، فانت بتقيسها ازاي؟ يعني انا ممكن اكون عارف حاجه، فاكر ان انا عارفها بس انا ما اعرفهاش. طيب هديك مثال، مثلا لو انا جيت مم. سألتك وقلت لك آم، عملت مشاريع بالداتابيزز مثلا، هي اللي في دماغي يعني. عملت تقول مشاريع لي داتابيس اه اه. عملت انا جامد جدا. طيب اه عملت جميل جدا. بداتابيز ايه طيب؟ فتقول لي عملت باكس، نو مم. سيكوال داتابيز. طب البروجكت ده مثلا ما فكرتش في اوبشن تاني؟ فقال لي لا ما فكرتش. طب ليه؟ والله عشان النو سيكوال دي هي المستقبل، انت مش فاهم انت، انت لسه اه عايش في زمن فات ولا ايه؟ طيب ماشي اوكي، طالما النو سيكوال هي المستقبل تقدر تقول لي هي ليه المستقبل؟ اوكي. فاهم؟ عشان مفيش سكيما. اه عشان ما فيش هكمل لك بقى سكيم. هكمل معاك بقى، يلا نمشي عشان مفيش سكيما. طب يعني ايه سكيم؟ ف لا لا، معلوماتي وقفت هنا. فتكتشف بقى انه يعني الفاندمنتالز واقعه، اوكي. الاراء بتاعته مش بتاعته. اه. او هو حتى ما حاولش يعمل لها فيريفيكيشن، يعني هو خد كلام من حد وجاي بيرميه عليك. او ان هو انا كنت لسه بعمل انترفيو الاسبوع اللي فات لواحد سينيور المفروض في نفس الشغلانه بتاعتي. آم، وكان عامل سيستم ديزاين عظيم كبير وحاطط فيه كومبوننتس كتيره جدا عشان يبين قد ايه هو عارف البلاتفورم. ففي كومبوننت منهم بالنسبه لي it doesn't make sense، يعني هي موجوده في مكان غريب. ف- فسالته هو انت استعملت دي في ايه؟ فقال لي انا استعملتها عشان اعمل اللوج اناليسز. وهو كان بيستعمل اي دبليو اس ارورا. مم. ف فانا استغربت هو ليه هيستعمل اي دبليو اس ارورا عشان يعمل لوج اناليسز، رغم انه عنده ورك فلو تحت بيودي على اس 3 ويقدر يعمل الاناليسز من هناك ارخص. بكتير اه. فليه بيودي هناك؟ هو كمان كان عامل يعني قصة كده، المهم يعني مم. عشان الوقت. فعامل قصة غريبة كده وحاططها فوق وراجع تحت طب ليه عملت كده؟ ف فقال لي عشان ارورا ارخص. وكان مصمم جدا جدا ان ارورا ارخص. اورو ارخص من اس 3؟ ما اعرفش يعني. ده ما ما فتحش اعرفش. ده ما فتحش اي صفحه ما ويب بيج اعرفش ما اعرفش يعني، يعرف انا مش عايز الموضوع. اجادج، انا ممكن يكون عنده اه. هو ارقامه اللي بتباك ده، بس انا لما سالته طب اديني ارقام، يعني وفرت قد ايه يعني، هل جربتها؟ فقال لي لا ما جربتهاش. قلت طب انت عرفت منين ان هي ارخص؟ قال لي عشان هي ارخص. اوكي. فدي بالنسبه لي يعني، يا اما انت ما عملتهاش بايديك، يعني انت ما دورتش كويس، يا اما مش انت نفس الاركتكت اللي عمل الجزئيتين. يعني هو كان بيقول ان انا الليد اركتكت اللي عملت كل السيستم ده، والسيستم كان كبير مش صغير باي ذا مم. واي يعني. ف ففي هنا ثينكينج باترن، يعني انت بتشوف ثينكينج، يعني انت مشيت في المسار اللي تحت ده عشان توفر كوست. طب ليه تروح فوق والسيفنج الكوست مش ماشيه، يعني مش نفس الدماغ هنا هي اللي فوق. اللي وفرناه صرفناه، ما عملناش حاجه. خلاص. مش بلاش مش دي فيه. القصه، هو لو كان مم. عمل الاكسرسايز بتاعت
بتاعت البرايسنج، ان هو يشوف دي هتكلفه كام ودي هتكلفه كام، واداني ارقام انا ما كنتش هراجعه في الارقام، خلاص ما انت عملت الاكسرسايز فاكيد انت ادرى. اوكي. لانه برضو هي ما فيش حاجه رخيص في المطلق وما فيش حاجه غاليه في المطلق، هي الموضوع مم. دايما حسب انت بتستعملها في ازاي. وانا ما اعرفش يعني السبيسيفيكس في الحاله دي، بس هو كان واضح انه كان بيفكر تحت بطريقه وفوق بطريقه تانية وما قدرش يجاستيفاي. اوكي، فاهم؟ فهمت قصدك. فانا بالنسبه لي ده شخص هو مش مدرك بالظبط هو فين، وبعدين عمل كليم لحاجه انا ما قدرتش اوثقها. بمعنى ايه؟ هو عمل كليم ان انا الليد اركتكت وكان معايا ثلاثه تانيين هم كانوا بيعملوا كل حاجه، وانا فوق دماغهم بقول لهم دي صح ودي غلط، وانا بمشيهم هنا وبوديهم هناك ومش عارف ايه والكلام الجميل ده. تمام. فلو انا اللي في مكانه هبقى فاهم يعني ما انا في الاخر انا اللي بقرر، هقول انا اخترت دي عشان لا ما نمشيش في الاتجاه ده عشان كذا، لا نمشي في الاتجاه، طب اروح اعمل الاكسرسايز ده وتعالى لي مثلا. فاهم؟ فلو انت بتسوق نفسك او بايع لي الفكره دي ومش قادر تباكت يعني خلاص. انت فهمت قصدك. مش قادر يعني مش قادر تقول لي ال ال مش قادر تشرح لي ولا قادر تقدم لي دليل ان كلامك صحيح. فانا اسف بس انا هشك في الكلام ده، ولو شكيت في الكلام ده انا ما اقدرش اشتغل مع حد فهمت بالاسلوب ده. قصدك. طيب، اخر حاجه عشان نقفل بقى الحلقه، عشان احنا طولنا على الناس قوي. الاي اي يا باشمهندس حافظ. ماله؟ اي ماله؟ اي. ماله؟ نعمل ايه مع الاي اي؟ إيه لو انا واحد دلوقتي الاندستري بيحصل فيها شيفتس دلوقتي، فانا كواحد لسه طالع جديد، طبعا الجامعه هتتاخر جدا على ما اتادبت الحاجات دي كلها يعني، كمان 7 8 سنين كده لو الجامعه بتجري يعني. النهارده الاندستري بتتغير، في تغييرات بتحصل، وانا سواء بقى متوتر سواء مش متوتر، بس عايز اجهز يعني، انا محتاج مخي ده يبقى ادابتنج التغييرات دي. مم. ايه النصيحه اللي بتضيفها فوق النصائح العاديه عشان وضع الجديد للاندستري الاي اي؟ يعني هل اعتمد عليه، استعمله، ما استعملوش، اشغله ازاي، اوظفه ازاي في عمليتي وانا بدور على اول شغلانه؟ بص، عشان تتعلم اي حاجه لازم تستخدمها كتير، لازم تكون مم. مستخدم ليها. فلو انت ما شفتش التولز دي، اعرفها يعني. روح جرب الفري تير بتاعت كل تول من دول، واقعد العب معاها كده وشوف الحاجات دي ممكن تبقى مفيده في ايه ومش مفيده في ايه. فخليك يعني بتنخرب كده، اللي هو تقعد مم. تجرب كتير. آم، لو سؤالك، لو انا فهمت سؤالك صح، هل الناس المفروض ما تروحش تشتغل، ما تروحش تتعلم سوفت وير عشان خاطر الاي اي هيقعدهم في البيت؟ فانا وجهة نظري في الكلام ده لا، ده مش هيحصل. او يعني اتليست مش هيحصل في المستقبل القريب يعني. مم. آم، انا بشوف انه الناس اللي بتشتغل سوفت وير او فاهمه سوفت وير ستيل دورها هيفضل موجود، لانه انت محتاج تانتجريت الاي اي ده جوه البيزنس بتاعك. فمين فاهم الابلكيشن بتاعك، مين فاهم البيزنس بتاعك؟ انت كراجل بتاع سوفت وير. فهتجيب الاي اي تركبه في النص عشان يديك فانكشناليتي او يديك بوست. او الاي اي ده هيبقى اسيستنت ليك وانت قاعد بتكتب كود يسرع لك الدنيا شويه، بس ستيل مم. انت اللي هتكتبه وانت اللي هتستو وانت اللي هتنتجريته مع الايكو سيستم اللي انت شغال فيه. مم. يعني مش هتقدر يعني انا مش هقدر مثلا افتح الصبح تيكت واقول الديسكريبشن ده هديه للاي اي وخش يا ابني على الكود بيز غيرها لي وطلعها لي برودكشن. انا ما اعتقدش ان احنا هنوصل للمرحله دي قريب، لو وصلنا لها اصلا يعني. اشك تماما، انا عندي كونسيرنز كتير في الموضوع، بس يعني مش مجالها يعني. بس انا ما اعتقدش احنا هنوصل للمرحله دي. بس هل الاي اي ممكن يديني شويه بوست في الشغل بتاعي يسرعني؟ فاستعمله عشان تبقى اسرع، ماشي جميل مفيش مشكله. مم. آم، واعرف برضو انت شغال يعني، انت برضو ممكن تشتغل في مكان الكود بيس بتاعتك ما ينفعش تديها لاي موديل من الموديلات دي. فانت لازم يبقى عندك الاساس او الموديل بتاعك انت اللي محدش ليه اكسس تاني عليك، عشان هو هيتعلم من الكود بتاعك. فما ينفعش الانتلكتشوال بروبرتي دي تخرج بره، فدي برضو مشكله، دي مشاكل تانية. مم. فعشان بس نختصر، ما بقاش نرغي كتير، هي ال الناس محتاجه تتعلم سوفت وير. هل الشغلانه لسه شغاله؟ طيب هل احنا شفنا حاجات زي كده في الزمن اللي فات يعني؟ انا لما اتخرجت كان اهم حد في السوق هو
الناس بتوع الاوراكل داتابيز ادمنز، والناس بتوع النتورك، السي سي مم. ان اي بقى والسي سي ان بي والمش عارف ايه. اه. فالناس دول كانوا اكتر ناس مطلوبين في السوق واكتر ناس بياخدوا فلوس في السوق. ماشي. هل هم دول نفس الناس اللي دلوقتي اللي سايقين الدنيا، او يعني هم دول اكتر ناس بياخدوا فلوس في السوق؟ لا. بس هل اختفوا خالص؟ لا لا، ما برضه. اختفوش برضه، لسه موجودين وشغالين عادي يعني. بس هو الفكره ان انت بتشوف ايه اللي موجود وبتأدبت عليه، وبتأدبته ازاي في شغلك يعني. انا هاخد ايه من الاي اي ده ادخله عندي في البيزنس بتاعي. تمام. آم، ايه الشركات الكبيره او الناس بقى اللي هم بتوع فيسبوك وجوجل وامازون والحاجات الكتير دي، الشركات دي مش مقياس على كل الماركت، مش مقياس على كل البيزنس، لان الشركات دي كانت بتوبريت على سكيل، وكان عندها يعني الناس عشان ما اشتغلتش فيها، ما شافوش ان الشركات دي شايني قوي من بره، بس هم من جوه عندهم آه، آم، مشاكل efficiency بالعبيط. يعني في products redundant، وفي ناس redundant كتير قوي. يعني انا اشتغلت في شركتين ثلاثه منهم، ويعني واقدر اقول في الكلام ده. تمام. في products كامله ببزنس يونتس كامله كانت redundant. تمام. فطبيعي ان هو لما يكت ناس او يمشي ناس، it makes sense. هو وحش بس it makes sense. جم في فتره عملوا اوفر هايرنج بشكل مش طبيعي، فدلوقتي بيري ادجاست وبيعين في اضيق الحدود. تمام. بس ده برضو مش مقياس على الماركت كله. ليه؟ لان بقيه الماركت عباره عن شركات كبيره كتير، خلاص، عندها مشاكل في السوفت وير بتاعها، مش عارفه تبني السوفت وير بتاعها. تمام. وشركات بتاعه تصنيع زي فولكس فاجن مثلا، او اي شركه من شركات الانتربرايز الالماني مثلا، هتلاقي ان هو اصلا ما بيعرفش يعمل سوفت وير، ويروح يشتري شركه تعمل له سوفت وير. ده حقيقي. ده تمام. مرسيدس مثال كبير في اه الموضوع ده، حاول يعمل اه الموضوع وما عرفش، راح فتح شركه من الاول، فروم ذا مم. جراوند، شركه سوفت وير، بس سوفت وير بالظبط. بس مش عربيات. فهو شوف صرف قد ايه عشان اه. يعمل سوفت وير، عشان يعمل شركه سوفت وير. لانه مثلا يعني فولكس كانت عندها مشكله ان هو ما يقدرش يعين سوفت وير ديفلوبرز كتيره بمرتبات خياليه، يعني مش خياليه اللي هي، بس كومبيرد للمرتبات اللي بيدفعها للمهندسين عنده في المانيفاكتشرنج مثلا. امم. فالورك كونسل كان هيوقفها له. فقال لك لا خلاص، الورك كونسل ده اللي هو النقابه بتاعت العمال. اتحاد العمال. خلاص. فالفكره انه عشان يعني يعرف ينط المطب القانوني ده، اضطر يعمل شركه تانية يعين فيها الناس بتوع السوفت وير. تمام. فطبعا الناس دي جت اتعينت بيفكروا بمايند سيت مختلفه خالص، بيشتغلوا بسبيد مختلفه خالص. فلما جم بقى ينتجريتوا مع بعض حصلت مشاكل، فاضطروا برضو ان هم يموتوها في الاخر، واوف شور بقى الكلام ده لشركه. يعني جيب بقى شركه من بره، تعالوا اعملوا لنا يا جماعه انتوا السوفت وير برجالتكم ومالكوا وايه، واحنا هنقول لكم احنا عايزين ايه وروحوا اعملوه. فاهم؟ فده مكلف اكتر عليهم طبعا. امم. لانه ف ففي كمية سوفت وير وفي كمية أفكار وفي كمية بيزنس واقفة، مش لاقية مهندسين يعملوها از وي سبيك. يعني زي امم. واحنا بنتكلم دلوقتي، الكلام ده واقف اصلا، محدش بيبص له لانه مفيش ناس عماله كفايه تعمله عندهم الخبرات دي. فلما الاي اي يخش مع الناس هيسرع الموضوع اكتر، فنقدر نبص للحاجات المركونه المتلتله اللي احنا مش عارفين نعملها عشان ما عندناش كاباسيتي ان احنا نعملها. تمام. امم. بس هو بقى ايه الفكرة؟ انه اي شركة دلوقتي بدل ما كانت بتعين مثلا أربعة خمسة عشان يعملوا وظيفة ما، ممكن يبقوا اتنين مثلا. امم. فأعداد الأوبننجز هتقل. تمام. سبيشالي كمان ان احنا في كساد. احنا دلوقتي في اه. كساد، فترة كساد مفيش اقتصادي، فانت جروث. مش قادر اه. تحدد بالظبط. احنا الكساد بتاعنا ده نتيجة نتيجة يعني ان الوظائف قليله نتيجه الكساد، ولا نتيجه انه في رايي انا نتيجه الكساد. لما الكساد ده بس يمشي الاول والمشاكل اللي في الكوكب دي تنتهي، هنبتدي نقيس بالظبط هو الامباكت قد ايه. تمام. ولكن تاني، الشركات الكبيره مش مقياس على باقي السوق يعني، في رايي. فانت رايك ان احنا آه الاي اي نستعمله نستغله لمصلحتنا، ما نخافش منه؟ ولو انا لسه بتخرج بحاول لازم أنا يبقى عندي هاندز فيه، يعني زيه زي اي تول، ايوه، افتحها ما هو انت اجربها بص، اتعامل انا معاها، اتعلم ازاي اتعامل معاها المثل كويس. المثل انا ضربته من الاول. انت اه. انت لو كنت بشتغل اوراكل ادمن اول ما اتخرجت،
وشويه وبقيت بشتغل سوفت وير ديفلوبر شويه، وبعدين بقيت اشتغل داتا مايجريشن، ماليش علاقه بالداتابيز خالص، ايا كان داتابيز بعمل لها مايجريشن وخلاص. مم. ماشي. بعد كده بقيت اشتغل، بقيت كلاود ارك. كلاود طلعت فرحت اتعلمت كلاود مم. شويه، وجت القصه بتاعت الجيني اي والال ال ام وبتاع، اتعلمتها وشغال وبتاع. ف انت دايما محتاج تادبت، هي الشغلانه بتاعتنا دي اصلا شغله ادابتيشن. يعني انت النهارده بتعمل حاجه، بكره بتعمل حاجه مختلفه، بعد 10 سنين هتلاقي نفسك بتعمل حاجه ثالثه ملهاش علاقه باللي انت كنت بتعمله من 10 سنين. قدرتك دايما على التأقلم هي المفتاح انك تفضل بتاخد آه، بتشتغل في مكان كويس وتاخد مرتب مم. كويس الى اخره. فانت محتاج دايما تتأقلم. الشيفت ده حصل زمان يعني. احنا كان ما فيش حاجه اسمها موبايل ابلكيشنز مم. من 10 سنين، ولا من، لا سوري، من 15 سنه. ما كانش في حاجه اسمها موبايل ابلكيشن الا نادر قوي. خلاص. بقى في وظيفه اسمها موبايل ابلكيشن ديفلوبر، دي ما كانتش موجوده وقت ما انا اتخرجت. مفيش حاجه اسمها موبايل ابلكيشن ديفلوبر خالص، دي شغلانه ما كانتش موجوده في السوق. تمام. كان كل اللي موجود في السوق ويب ديفلوبر. مم. حلو. ف ال 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 انت طلع لك شغلانه كامله نتيجه انه بقى في سمارت فونز وناس بتمسك الموبايلات وانتشرت وبتاع، فبقى في بيزنس كامل قايم عليه بالمليارات. فهل الاي اي لما هيجي مش هيبقى في دور جديد هيتخلق في السايكل دي؟ اكيد اكيد. في الوقت كده اهو. اكيد. تمام. فانا شايف انه هي تقنيه تكنولوجي هتاخد وقتها، والناس هتفهمها وتبتدي تتاقلم معاها، وبعد كده تدخلها جوه شغلها. ووقت ما تخش جوه الشغل هيبقى في حد ما اسمه بورروم، وظيفته على المدفع بورروم بتاع اي اي. مم. هو اللي مسؤول ان هو ي... يبيبي سيت الاي اي، يعني اللي هو يشوف هو صحته عامله ازاي، ويسال عليه ويقومه وينيمه، ويشوف هو بيصرف كام، ونقف ونشد عليه فيشه الكهرباء لو الفلوس كترت، وهكذا. اوكي. هتيجي اوكي. مساله وقت. فانا مش شايف خطر قوي على الناس بتوع اوكي. السوفت وير، لا هيبقى في شغل ان شاء الله. ده ان وجهه شاء الله. نظري يعني. طيب ده كلام عظيم. شكرا جدا يا باشمهندس محمود، بجد يعني انسايتس عظيمه بصراحه. انا كده مع النقط اللي انا كنت محضرها كلها اتكلمنا فيها. انت عندك اي حاجه اخيره حابب تضيفها ولا نقفل خلاص على كده؟ انا تمام. انا محتاج برضو تمام. محتاج اروح اشرب قهوه. انا كمان محتاج اشرب قهوه. مش شكرا جدا يا محمود. بجد عطا حبيبي. بشكرك للمره التانيه، و باي باي. مع السلامه.